بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة اللي فاتت خلصنا كلامنا عن التولز الخاصة بالبرنامج، والنهارده بإذن الله هنشرح الجزء الخاص بالستايل. طيب في الأول كده الجزء الخاص بالستايل هو اللي بقدر أتحكم فيه في كل ما يخص الشكل عندي، سواء لون الفيل أو لون الستوك، أو لو حابب أعمل إفكتس على الشكل اللي موجود معايا. أول حاجة، لو أنا دلوقتي عايز البانلز الخاصة بالستايل دي تكون حوا معايا، من ويندوز دوكينج هشيل التشيك بتاع الصح هنا من قدام ستايل. لقيت البانل بقت متحركة معايا هنا، بانل عايمة معايا. لو انا عايز افعل كل الاوبشنز الخاصه بالستايل هضغط على ادفانسد، كده فعل لي كل الاوبشنز اللي موجوده معايا في البانل الخاصه بالستايل. طيب في الاول كده يلا نرسم شكل وليكن مستطيل. اول حاجه تيجي معايا في البانلز الخاصه بالستايل لو انا فعلت الشكل كده، النيم ده اللي هو اسم الشكل. انا ممكن اسمي الشكل موجود معايا ده اي اسم، وليكن ممكن اسميه مستطيل. ده اسم الشكل كده موجود معايا. تاني حاجة لون الفيل، لو أنا شلت علامة الصح اللي موجود معايا هنا يبقى أنا بشيل لون الفيل من المستطيل، هيبقى عبارة عن لون الستوك بس اللي هو اللون الأسود. لو أنا عملت سيلكشن تاني على المستطيل وفعلت لون الفيل هلاقي اللون الأبيض ظهر معايا تاني. تاني حاجة ممكن أغير اللون الأبيض من هنا لأي لون تاني أنا عايزه، وهلاقي اللون بيتغير معايا في الجزء اللي موجود هنا في المستطيل. وأقدر من الأبطال اللي موجودة معايا هنا إن أنا أسحب أي لون، سواء لو أنا راسم شكل تاني وعايز أسحب اللون بتاعه، أو أي لون موجود معايا في الانترفيس اللي موجودة هنا. هالاحظ إن أنا وأنا باتحرك بالأي دروبر اللي معايا اللون اللي موجود عندي في لون الفيل هنا بيتغير. هاسحب وليكن اللون الأزرق ده، هالاقيه عامل لي تلوين بشكل تلقائي للمستطيل باللون الأزرق اللي أنا وقفت عليه بالأي دروبر. أما بالنسبة لإفكت 1 وإفكت 2، هنا البرنامج بيديني مجموعة من الإفكتس اللي بقدر أطبقها على الأشكال اللي موجودة معايا. وعايزك تلاحظ معايا هنا حاجة مهمة، إن الإفكتس اللي موجودة معايا في الجزء الخاص بالفيل هي أنا بطبقها على لون الفيل بس. يعني أنا دلوقتي الشكل مكون معايا من لون الفيل ولون الستوك، إفكت 1 وإفكت 2 دول بقدر أطبقهم على لون الفيل. أما بالنسبة للإفكت اللي موجودة معايا هنا في الستوك دي بطبقها على لون الستوك بس. يعني أنا هنا عندي حاجة مهمة، إن أنا دلوقتي أقدر أطبق إفكتين على لون الفيل، وبقدر أطبق إفكت واحد على لون الستوك. طب تعالوا نشوف كده بشكل عملي. أول حاجة نبدأ بشرح الإفكتس اللي موجودة معايا. أول حاجة شيدد، ودي بقدر من خلالها إن أنا أعمل ظل جوه لون الفيل اللي موجود معايا. أقدر من هنا أتحكم في لون الظل وليكن اللون الأحمر. أقدر من هنا أتحكم في الزاوية الخاصة بالظل. عايزك تلاحظ معايا تغيير الزاوية في الشكل المستطيل اللي موجود معايا، وأقدر من هنا بالبقرة بتاع الماوس وأغير الزاوية بتاع الظل. أما بالنسبة للأوفست فهي مدى الشدد اللي موجود معايا، بقدر من هنا أزوده لو أنا زودت الرقم كده اللي موجود معايا، أو ممكن أقلل مدى الشدد. أما بالنسبة للبلو فهنا بيعمل لي بلو لنهاية الشدد اللي موجود معايا. ممكن أزود حجم البلو أو أقلل حجم البلو بحيث يكون حاد بالشكل ده. عايزك تلاحظ معايا الشكل هنا في الصورة، الفرق لما أزود البلو أو أقلل. ولو أنا فعلت من هنا أوبشن شادو أونلي فأنا كده بقول له أنا عايزك تظهر لي الشادو بس، والغي لي لون الفيل. هلاقي اللي ظاهر معايا هنا هو لون الشادو، اللون الأخضر. ولو أنا عايز أرجع لون الفيل أهم حاجة بعمل سيلكشن على الشكل، وأضغط على الثلاث نقط اللي موجود معايا هنا عشان يرجعني الإعدادات الإفكت اللي موجود معايا، وهشيل التشيك هنا من قدام شادو أونلي، كده هيظهر لي لون الفيل تاني. أظن الفكرة واضحة. هرجع أعمل سيلكشن على المستطيل وأضغط على الثلاث نقاط. آخر حاجة تيجي معانا وهي ثريشولد، ولو أنا فعلتها كده بيلغي لي البلو اللي موجود معايا بالشكل ده. وكده نكون خلصنا أول إفكت موجود معانا هو إفكت الشيد. تاني إفكت موجود معانا وهو السوفت إيدج، وده بيخلي لي الحواف الخاصة معايا بلون الفيل هي حواف ناعمة. وأقدر من هنا إن أنا أزود البلو أو أقلل البلو بالشكل ده، وأضغط أوكي. هعمل كنترول أر، هنلاحظ إن هنا عمل لي زي بلو حوالين لون الفيل. لاحظ معايا كده هنا البلو كده في حواف الشكل. أما بالنسبة للثريشولد لو أنا فعلتها وضغطت كنترول أر هو بيلغي لي البلو اللي موجود. أرجع أعمل سيلكشن على الشكل، أضغط على التلات نقط، أشيل الثريشولد، هلاقي البلو رجع تاني. وكده نكون خلصنا تاني إفكت موجود معانا وهو السوفت إيدج. نيجي لتالت إفكت موجود معانا وهو الهالو، وده بيعمل لي زي لون مضيء داخل لون الفيل. ممكن نختار أي لون. أول حاجة أقدر من هنا أختار أي لون،
وليكن هاختار اللون ده، وعندي هنا الأي دروبر ممكن أضغط عليها وأسحب أي لون موجود معايا في أي شكل أو موجود معايا في الانترفيس، مفيش أي مشكلة خالص. بس أنا هارجع تاني لون عشان يبقى الفكرة واضحة، وأقدر من هنا أتحكم في مدى اللون داخل الشكل. لاحظ معايا كده إن أنا بازود مدى دخول اللون الخاص بالهالو داخل الشكل اللي موجود معايا، أو داخل لون الفِل بمعنى أصح، أو أقلله. وأقدر من هنا إن أنا أعمل blur للون ده. ولو أنا فعلت من هنا option halo only فأنا كده باظهر لون الهالو بس. هاضغط Ctrl R، هالاقيه كده معايا خفى لون الفيلم وظهر لي لون الإفكت لون الهالو بس. هارجع أعمل selection، هاضغط على ال3 نقط، أرجّع لون الفيلم. نيجي للإفكت اللي موجود بعده هو الgradient، وده باقدر من خلاله إن أنا أعمل تداخل بين الألوان. أول حاجة باختار من هنا نوع التداخل اللي موجود معايا بين الألوان، سواء linear أو radial بالشكل ده، وأشوف نوع التداخل اللي أنا عايزه. تاني حاجة من الشريط اللي موجود معايا هنا، هنلاحظ معايا هنا إن في زي handles باقدر أحركها على شريط الألوان، كده أنا باقول له مدى تداخل الألوان. لو أنا زودت مدى اللون الأسود، هالاقي اللون الأسود بدأ يغطي على اللون اللبني. العكس لو أنا زودت مدى اللون اللبني، هالاقيه بيطغى على اللون الأسود. ولو عايز أزود لون تاني باضغط هنا ضغطة، وأضغط ضغطتين على الhandles اللي موجودة معايا هنا عشان أحط اللون اللي أنا عايزه، وأقدر أحرك الألوان وأتحكم في مدى التداخل اللي موجود بينها. أزود مدى لون أو أقلل مدى لون بالشكل ده. وممكن أضغط أوكي، وهالاحظ إن في زي handles هنا موجودة معايا، باقدر من خلالها إن أنا أتحكم في التداخل بين الألوان. ولو أنا عايز أغيّر أي حاجة في الeffect اللي موجود معايا، هاعمل selection على الشكل، وهاضغط على ال3 نقاط اللي موجودة معايا هنا، وممكن أغيّر نوع التداخل وليكن هاخلّيه radial. ولو أنا عايز ألغي لون في الألوان اللي موجودة معايا في الgradient، باعمل selection على الشكل، واضغط على ال3 نقط، وهاعمل selection على الhandles اللي أنا عايزها الخاصة باللون اللي أنا عايز أحذفه، واضغط delete. أضغط على اللون واضغط delete. وكده نكون خلّصنا الeffect الخاص بالgradient. نيجي للeffect اللي موجود بعده وهو image texture. ده باقدر من خلاله إن أنا أضيف صورة على الشكل اللي موجود معايا. يبقى أنا كده هاضيف صورة للمستطيل اللي موجود معايا، الصورة دي هتظهر داخل حدود المستطيل اللي موجود معايا بس. وليكن هاختار صورة، هالاحظ هنا إنه ظهر لي علم فلسطين على المستطيل اللي موجود معايا، وأقدر من هنا إن أنا أتحكم في العلم. وهالاحظ إن أنا لو صغرت العلم أوي إن هو كده عامل لي تكرار لصورة العلم، عامل لي أعلام كتير. ممكن أعمل selection على الشكل، وأفعّل من هنا option don't repeat. فأنا كده باقول له ما تكررليش الصورة اللي أنا عاملها، واضغط أوكي. وأقدر كده إن أنا أتحكم في العلم. ولو ضغطت Ctrl R، هالاقي إن العلم اللي موجود معايا ظهر خلال المستطيل. وكده نكون خلصنا الإفكت ده. نيجي للإفكت اللي موجود بعده وهو Drop Shadow، وده باقدر من خلاله إن أنا أعمل ظِل ورا الشكل اللي موجود معايا. أول حاجة من هنا أقدر أتحكم في زاوية الظِل، وممكن أتحكم في زاوية الظِل بالأرقام اللي موجودة معايا هنا، باتحرك بالباقة بتاع الماوس. تاني حاجة الOffset، وهي مدى بُعد الظِل عن الشكل اللي أنا راسمه، ممكن أزوّد المسافة بينهم. هتحس إن الظِل اللي موجود معايا بدأ يبعد عن الشكل في الجزء اللي موجود معايا هنا وفي جزء المستطيل. ولو أنا قللت المسافة بينهم هتحس إن الظِل بدأ يلزق في الشكل اللي موجود معايا. تاني حاجة الBlur، ممكن أزوّد الBlur الخاص بالظِل. عايزك تلاحظ معايا هنا، سواء هنا أو في الجزء بتاع المستطيل، هتلاقي الBlur بدأ يزيد معايا. ممكن أقلل الBlur، وممكن أغيّر لون الShadow، أختار أي لون تاني واضغط أوكي. هاضغط Ctrl R، هالاحظ دلوقتي إن بقى في Shadow باللون اللي أنا اخترته ورا المستطيل. وكده نكون خلّصنا Effect Drop Shadow. نيجي للإفكت اللي موجود بعده وهو الCarrion، وده بيعمل لي شكل عشوائي في لون الفيلم. لو أنا زوّدت هنا الline width، عايزك تلاحظ معايا الفرق. لو أنا غيّرت في الأرقام هنا هالاقيه بيعمل لي تغيير بشكل عشوائي في لون الفيلم.
أو في الحدود الخاصة بلون الفيل بمعنى أصح، واضغط أوكي. عايزك تلاحظ معايا الفكرة، شوف عمل لي إيه في لون الفيل. وكده نكون خلصنا الإفكت الخاص بالقوائم. نيجي الإفكت اللي موجود بعده هو سبولوتشي. عايزك تلاحظ معايا الفرق، لأن الفرق هيكون متشاف بالعين أكتر من الشرح. ممكن نزود الإفكت شوية. ويفضل إن أنت تنفذه وتشوفه بشكل أوضح عشان تفهم الفرق. نيجي لآخر إفكت موجود بعده هو السبوتس، وده بقدر من خلاله إن أنا أعمل زي نقاط جوه الشكل اللي موجود معايا. أول حاجة هي سبوت لينس، وهو طول الخط اللي موجود معايا. لو أنا زودت هلاحظ إن الخط اللي موجود معايا بقى طويل. لو أنا قللت كده بقلل طول الخط اللي موجود معايا. سبوت ويتس ده عرض الخط اللي موجود معايا، ممكن أزود العرض بالشكل ده أو أقلل العرض كده. لينس سبيسنج هي المسافة اللي موجودة من كل خط والخط اللي موجود جنبه، ممكن أقلل المسافة بينهم. ألاحظ إن الخطوط بدأت تقطع معايا أو أزود المسافة بينهم. ويدث سبيسنج هي المسافة العرضية اللي موجودة من كل خط والخط اللي موجود جنبه. يبقى لينس سبيسنج هي المسافة الطولية اللي موجودة من كل خط والخط اللي موجود بجنب. أما ويدث سبيسنج فهي المسافة العرضية اللي موجودة من كل خط والخط اللي موجود جنبه. وأقدر من أنجل إن أنا أغير الزاوية الخاصة بالويدث. والسبوت كولر بقدر أختار أي لون للون الخطوط اللي موجودة معايا، وليكن اللون ده. وأقدر من الأي دوبر اللي موجودة معايا هنا إن أنا أختار أي لون، مفيش أي مشكلة خالص، وأضغط أوكي. لو ضغطت كنترول ار هلاقي ان المستطيل الموجود معايا بقى عباره عن سبوتس. عايزك تلاحظ معايا هنا حاجه مهمه، ان انا دلوقتي عندي افكت واحد وافكت اتنين. يبقى انا هنا كده اقدر اطبق افكتين على لون الفيلم. وليكن افكت واحد انا طبقت السبوتس اللي موجوده معايا، اما في افكت اتنين وليكن هطبق الدروب شادو. هعمل ظل ورا الشكل، وليكن هختار اللون ده وازود المسافه. ممكن ازود البلو شويه، ولو انا حابب اخلي اللون يظهر اقوى من هنا اقدر اتحكم. لو انا قللت كده فانا بخلي اللون باهت، ولو انا زودت هخلي اللون اقوى، واضغط اوكي. هلاحظ معايا هنا ان انا اول ما اعمل ويندر ان انا كده عامل افكتين على الشكل. اول حاجه هيكون افكت السبوتس، تاني حاجه هو الدروب شادو. اضغط كنترول ار. عايزك تلاحظ معايا هنا السبوتس هي موجوده والدروب شادو اللي موجود معايا. يبقى انا كده اقدر اطبق افكت واحد وافكت اتنين على لون الفيلم. وكده نكون خلصنا اول جزء معانا في الستايل وهو جزء الفيلم. نيجي لجزء الستروك. اول حاجه ان انا لو شلت الستروك اللي موجود معايا هنا كده فانا بشيل الستروك الخاصه بالشكل. يبقى انا لغيت لون الستروك. واقدر من هنا كمان ان انا اغير لون الستروك لاي لون تاني انا عايزه، وليكن اختار اللون الاحمر. ومن الاي دوبر اللي موجوده معايا هنا اقدر كمان ان انا اختار اي لون موجود معايا في اي مكان في الانترفيس او في اي مكان، مفيش اي مشكله برضه. واول ما اسيب ايدي هيلقط اللون. تعالوا بس اختار اللون تاني. اما بالنسبه للويتس فهي عوده الستروك اللي موجود معايا. لو انا زودت الويتس يبقى انا كده بزود عوده الستروك، ولو انا قللت الويتس فانا كده بقلل عوده الستروك. اما بالنسبه للنو باش اللي موجود معايا هنا هلاحظ معايا ان الاقي البرنامج بيوفر لي مجموعه من الباشز اللي بقدر اطبقها على لون الستروك. يعني دلوقتي عايزك تلاحظ معايا ان الستروك اللي موجود معايا هو عباره عن خط مستقيم. لو انا دلوقتي مش عاجبني الخط المستقيم هنا هلاقي البرنامج بيوفر لي مجموعه من الخطوط، ممكن اخلي الستروك عباره عن نجوم مثلا، واضغط اوكي. ولو زودت الويتس عايزك تلاحظ معايا الستروك اللي موجود معايا هنا بقى عباره عن نجوم بدل ما هو خط مستقيم. نفس الفكره ممكن تشوف اي شكل تاني انت عايزه، وليكن البابلز دي. واضغط كنترول ار هلاقي الستروك اللي موجود معايا اتحول عن بابلز صغيره. ولو انا عايز ارجع للستروك الاصلي هعمل سيلكشن على الشكل واضغط هنا واعمل نون، فانا كده رجعت للستروك الاصلي اللي هو عباره عن الخط اللي موجود معايا. وعايزك هنا تلاحظ معايا حاجه مهمه، ان في اعدادات خاصه معايا اقدر اتحكم فيها، وليكن السبيسنج هي المسافه بين البابلز. يعني انا اقدر اتحكم في الاعدادات الخاصه في البرش اللي موجوده معايا لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزه واضغط اوكي. اما بالنسبه لجزء الافكت اللي موجود معايا في الستروك هي نفس الافكتس اللي موجوده معايا في الفيل واللي احنا شرحناه.
بس الإفكت اللي موجودة معاه في الstock هي بتطبّق على لون الstock بس، لون الحدود الخاصة بالشكل، إنما الeffects اللي موجودة معايا في الfill فهي بتطبّق على لون الfill. يبقى عايزك تلاحظ معايا الفرق، أنت دلوقتي بتطبّق الeffect على الجزء الخاص بالfill والّا الجزء الخاص بالstock؟ وتاني فرق معايا إن قُلنا لون الfill باقدر أطبّق عليه 2 effect، إنما الجزء الخاص بالstock باقدر أطبّق عليه effect واحد بس. وتالت وأهم ملحوظة موجودة معانا وقُلناها قبل كده، إن أنا دلوقتي لو أنا عايز أغيّر أي حاجة في الشكل اللي موجود معايا، لازم أول حاجة أكون عامل selection على الشكل، بمجرد إن أنا باضغط على الشكل كده فأنا أعمل له selection، لإن أنا دلوقتي لو مش عامل selection على الشكل وغيّرت هنا في الإعدادات سواء لون الfill أو لون الstock أو عملت أي effects موجودة معايا، هنا مش هتطبّق على أي حاجة، لإن أنا مش عامل selection على الشكل. يبقى أول وأهم خطوة تحط قاعدة في دماغك إن أنت لازم تكون عامل selection على الشكل، بمجرد إن أنت ضاغط على الشكل كده فأنت عامل selection يا باشا. نيجي للجزء اللي موجود معايا ستايل 1 وستايل 2، دي ستايلات جاهزة البرنامج موفرها لك تقدر تطبقها على الشكل اللي موجود معاك. أول حاجة تعمل سيلكشن على الشكل ومنها تختار الستايل اللي أنت عايزه. دراي بنسل، شوف كده عمل لي الستايل ده عمل لي إيه في لون الفيلم. ممكن أصلا أشيل الإفكت اللي أنا عامله هنا، هعمل بلين كده أنا بشيل الإفكتات وأضغط كنترول أر. الستايل الموجود معايا دراي بنسل، شوف عمل لي لون الستوك إزاي. ممكن تشوف ستايل تاني، هتلاقي عمل لي اختلاف في الستايل الخاص بالشكل. ونفس الفكرة أقدر أطبّق ستايل 1 وستايل 2، ممكن أبقى عامل هنا ستايل وأعمل selection على الشكل وأختار ستايل تاني، هالاقيه عمل ستايلين على الشكل اللي موجود معايا. أما بالنسبة للswatches اللي موجودة معايا هنا فهي عبارة عن باليتة ألوان، ممكن أختار نوع الباليتة لو أنا هارسم مثلًا وِش، تسهيلًا البرنامج بيدّيك ألوان الوِش اللي موجودة معاك، ممكن أعمل selection على الشكل وأختار وليكن اللون ده، بمجرد إن أنا أعمل selection على الشكل وأختار أي لون أنا عايزه من الصورة. وممكن أختار أي swatches تاني وليكن ليك يعني بحيرة، أعمل selection على الشكل واختار أي لون موجود معايا في الصورة دي. وهتلاقي معاك مجموعة تانية جاهزة، skin لون الجلد، sky اللي هي السما، وsky night اللي هي السما بالليل، underwater تحت المَيّة، تقدر تختار منها الألوان اللي أنت عايزها، بمجرد إن أنت بتختار الباليتة اللي أنت عايزها وتقدر تاخد منها اللون اللي أنت عايزه. في ملحوظة معايا أخيرة إن أنا أقدر أعمل style خاص بيّا، تعالوا كده نحذف الأشكال اللي أنا راسمها دي، هاضغط هنا على style وهاعمل new، فأنا كده بانشئ style خاص بيّا، وليكن الstyle ده هاسميه عصام style. كده سميت الستايل الموجود معايا، هاختار لون الفيل أي لون إن أنا عايزه، ممكن أعمل أي effects أنا عايزها. تعالوا كده نعمل effects بشكل عشوائي، هاختار hello مثلًا، ممكن نقلل تداخل اللون كده شوية ونزود الblur، وممكن نعمل effect تاني وليكن drop shadow، هازود المسافة كده، هازود الblur، هاتقل الshadow شوية واضغط OK. ممكن أختار brush أنا عايزها هنا في الstock، نختار أي brush كده بشكل عشوائي وليكن الbrush اللي فيها الألوان دي واضغط OK. ممكن كمان أعمل effect على الstroke وليكن soft edge، نقللها شوية كده تمام واضغط OK. كده دلوقتي لو أنا هارسم أي شكل فهو هيطبق عليه الستايل اللي أنا عايزه، كده الستايل الموجود معايا ده اتحفظ. لو أنا عايز ألغي السلكشن على الستايل ده هاضغط none من هنا، فهو كده لغى لي السلكشن على الستايل اللي أنا عايزه. لو أنا دلوقتي عايز أرسم بالستايل اللي أنا عملت فيه الإعدادات دي كلها، أول حاجة هاختار الستايل اللي أنا عملته عصام ستايل، وهارسم أي شكل هالاقيه بشكل تلقائي، أي شكل أنا بارسمه بيكون مطبق عليه الستايل اللي أنا رسمته. وليكن هارسم مستطيل تاني، يبقى أنا كده عملت ستايل خاص بيّا في البرنامج، وأي شكل بارسمه باطبّق عليه الستايل ده بشكل تلقائي أول ما يترسم. وأقدر أعمل ستايل تاني نفس الفكرة، تعمل new وتعمل ستايل تاني ونفس الفكرة تعمل الستايلات اللي أنت عايزها، وبمجرد إن أنت ترسم أي شكل هتلاقيه اتطبّق عليه الستايل بشكل تلقائي اللي أنت مختاره. آخر حاجة هتيجي معانا في قايمة الستايل، هالاحظ وأنت عامل selection على أي شكل إن ده S1، S1 هي اختصار shape رقم 1، يعني أنا باقول لك الشكل رقم 1. لو أنا عملت selection على المستطيل هالاقيه S2 يعني الshape رقم 2. من الشيبس اللي هنا أقدر أعمل selection على أي شكل، أنا هنا عندي شكلين بس S1 وS2، لو أنا ضغطت على S1 فكده عامل لي selection على الشكل،
ضغطت S2 فكده عمل لي سيلكشن على المستطيل. وفي حاجة هنا اسمها التشيك اب سيلكشن، لو أنا شلته هلاقي عمل لي سيلكشن على الشكل عبارة عن خط أحمر حوالين الشكل بس. لو أنا فعلت التشيك اب سيلكشن كده بيديك علامة إن أنت عامل سيلكشن على الشكل ده، لو أنت شلته هتبقى العلامة عبارة عن خط أحمر حوالين الشكل، لو أنت فعلته هيديك الشكل ده، فأنت تكون عارف إن أنت عامل سيلكشن على الشكل ده. وكده نكون خلصنا البانرز الخاصة بالستايل، ولو في أي أسئلة فأنا معاكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.